السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لحد يا شباب ليسون 6، الليسون اللي احنا قلنا هنشرحه يوتيوب. احنا قلنا الجزء ده عشان يعتبر جزء مش صعب شوية، فانا كنت عايز الحق اخلصه لك عشان انت عارف ان احنا مزنوقين عشان امتحان الشهر ولازم نخلص كمية معينة احنا لازم نوصل لها في الاخر. الجزء ده انا شرحت جزء منه في السنتر واديتك فكرة عامة عنه، وقلت لك الفكرة العامة دي بحيث ان انا اسهل لك الدنيا وانت بتتفرج على الحصة ان شاء الله بتاعتنا على اليوتيوب. وكان الموضوع بيتكلم على السولار راديشن، الاشعة الشمسية، والاشعة الشمسية وانعكاسها او الامباكت بتاعها سواء بقى على كوكب الارض ككوكب ارض، سواء على كوكب الارض والميه اللي في كوكب الارض، او الكائنات والنباتات اللي عايشه جوه البحر اللي موجود عندنا في الاكواتيك ايكو سيستم اللي احنا بندرسه، النظام البيئي المائي. وجيت قلت لك ان الموجات اللي بتيجي السولار راديشن دي كانت نوع من نوعين موجات. كان عندنا تو تايبس اوف ويفز خدتهم في الميدل، كان الميكانيكال ويفز وكانت الالكترومagnetic. كانت بالنسبه لنا السولار راديشن ده كان الكترومagnetic ويفز، وقلت لك هي لما هتوصل مش كلها هتوصل الارض، ان في جزء منها بينعكس بسبب الاتموسفير. وقلنا ساعتها ان احنا عندنا تو تايبس اوف الكترومagnetic سولار راديشن، كانوا حاجه اسمها دايركت وحاجه اسمها ان دايركت. وقلت لك ساعتها ان الدايركت ده اللي عارف طريقه، اللي ما بيحصلوش سكاترنج، اللي ما بينشطرش او ما بيتشتتش، فكان بيوصل كله. لكن في جزء تاني بينعكس بره كوكب الارض بسبب الاتموسفير. وخد بالك معظم الحاجات اللي بتنعكس دي بتبقى اشعه ضاره، ومن فضل ربنا علينا ان احنا عندنا الاتموسفير اللي بيحمي الكوكب بتاعنا. ماشي. وبعد كده جيت قلت لك يا دكتور هو بعد اذنك هي السولار راديشن دي انا ممكن استخدمها في ايه؟ قلت له يا دكتور السولار راديشن دي احنا بنستخدمها في حاجتين، يا اما بنستخدمها انها توفر لنا الهيت في الهيترز ونطلع منها حراره، وممكن دلوقتي في حاجه اسمها عندنا السولار سيلز اللي هي يا شباب الاشعه، اللي هي يا شباب الخلايا الشمسيه، واللي بتخلينا نحول الطاقه دي لكهرباء نستفيد منها بعد كده ونقدر نستخدمها من وقت للتاني. وانت تقريبا انت بتشوفها موجوده دلوقتي في الشوارع كلها، وفي مناطق وفي بلاد عايشه على السولار سيلز. خد بالك ودي من حاجه من المصادر بتاعت الطاقه اللي احنا بنسميها ايه؟ رينيوبل، اللي هي المتجدده، ان الشمس عمرها ما بتخلص وبتساعدنا دلوقتي ان احنا نحافظ على البيئه وحاجات كتير كويسه. ماشي يا دكتور. فانت كده يا دكتور قلت لنا ان في حاجه اسمها ويفز. الويفز دي كانت ليها تو يوزز، الهيترز والالكتريستي. وقلت لي كمان انها كان ليها تو تايبس، كان دايركت وان دايركت، والدايركت بيوصل والان دايركت ما بيوصلش. وهتلاقي الكلام ده موجود عندك سواء في البوكلت بتاعك او كمان موجود عندك في الروشته اللي احنا كاتبينها. وبعد كده جينا سالنا هو الراديشن بتاعنا ده كان متقسم ازاي؟ قال لك متقسم ل 7 ويفز، صح؟ قلت لك ال 7 ويفز دي ما بنشوفش منها غير حاجه اسمها الفيزيبل لايت، اللي هو اللي موجود في النص، قبلها ما بشوفوش وبعدها ما بشوفوش. قلت لك في الاول لو انت فاكر يعني الفيزيبل لايت ده كان بيبدا بالريد وبينهي بالفايوليت، فقبليه انفراريد وبعديه الترا فايوليت، وقبل الانفراريد كان في حاجه اسمها يا دكتور الميكروويف، وكمان كان في حاجه اسمها الراديو راديشن او الراديو ويفز، وبعدها كان بعد الالترا فايوليت كان في الاشعه اكس والاشعه جاما. قلت لك احنا ما بنشوفش غير الفيزيبل اللي هو اللي موجود في النص، علشان عينينا بتلقط الترددات بتاعته، الفريكونسي بتلقط الويف لينس بتاعته. قبل كده ما بتشوفش وبعد كده ما بتشوفش. ماشي يا دكتور، حضرتك قلت لنا الكلام ده وسهلته علينا ومفيهوش اي حاجه، وهنقراه دلوقتي في الروشته مع بعض، وبعد كده هنقراه دلوقتي من البوكلت بتاعنا كاننا بنذاكر مع بعض سواء من الكتاب ده او من الورق ده. ماشي. بعد كده جيت قلت لنا طب دي الاشعه الموجوده، عايزين نعرف الاشعه الموجوده دي بيوصل منها قد ايه للبحر، او بيوصل قد ايه، بيوصل منها قد ايه للسطح اللي موجود. فجينا سالنا هو الاماونت اوف راديشن كان بيعتمد على ايه؟ قلت لك في الحصه بيعتمد على 4 حاجات. قلت لك لو انت في اوحش قاره، في اوحش بلد بوركينا فاسو، هتاخد الحراره كلها، صح ولا مش صح؟ لكن انت لو شخص مرفه عايش في السويد، في كندا، في الدنمارك، فالراديشن عندك هيبقى قليل. لو انت شخص قاعد في الصيف في شهر 8 الساعه 11 زي ما حكيت لكم حكايتي في الجيش، هتاخد الراديشن كله. لكن انت لو شخص مرفه بتنزل بعد المغرب او قبل المغرب بشويه من بعد الساعه 5، هتلاقي الراديشن قليل. ولو انت في الشتاء هتلاقي الراديشن قليل. وبعد كده جيت قلت لك لو الغيوم لو الكلاودز مغطياني، الكلاودز بتبقى حاجز للراديشن، الراديشن اللي هيوصل لي مش كتير، فاقول لك تعالى اقعد في حته ضله. الا بقى لو انت دلوقتي في مكان اوريدي ما فيهوش غيوم خالص، فهو لو ما فيش غيوم خالص يا صاحبي ساعتها هيكون الراديشن عندك كامل. واخر حاجه قلت لك كل ما اعلى فوق كل ما الراديشن ما يزيد. عشان كده الناس اللي بتاخد شقه في الدور الاخراني بتبقى ارخص من الشقق اللي في الدور الاولاني، عشان بتجمع حراره، بتجمع راديشن، ودي ساعتها بتخلي الجو الشقه دايما حر. ماشي يا دكتور، ساعتها بقى نحتاج نعمل عوازل ونحتاج. فانت كده حددت لي ان الاماونت اوف راديشن بيعتمد على 4 حاجات. اولهم الجغرافيا، الجيوغرافي، تاني حاجه السيزون والتايم، تالت حاجه معانا كانت كمان الكلاودز كفرنج، واخر حاجه كانت معانا
حاجه اسمها الالتيتيود، الارتفاع والانخفاض من ايه؟ من مستوى البحر او من مستوى الارض. كل ما اعلى اكتر كل ما الراديشن ما يزيد. وبعد كده جينا سالنا نفسنا سؤال، قلنا السؤال ده هو الراديشن اللي هيوصل للميه ايه اللي هيحصل فيه؟ قال لك اول حاجه جزء كبير من الراديشن هيحصل له حاجه اسمها ايه؟ ريفلكت، يعني الجزء هيجي هيروح منعكس كله. صدقتك. وبعد كده جيت قلت لي الجزء اللي هيبنتريت هيعتمد هو نازل ازاي، هل هو هينزل يعني بيربنديكولار عمودي ولا هينزل بانجل. قلت لك هو لو هينزل عمودي بنسبه كبيره هيبنتريت والكميه اللي هترفلكت هتبقى قليله، لكن لو نزل بانجل في جزء هيرفلكت وفي جزء هيرفراكت، هينكسر لجوه ومش هيدي نفس الايه، مش هيدي نفس الاضاءه. وساعتها قلت لك الضوء لما هينزل هيمتصه سواء البحر سواء هتمتصه الكائنات اللي موجوده اللي هو زي الطحالب الالجاي او البلانتس او الاسماك اللي موجوده الفيشز او كده. وساعتها الكائنات دي بتمتص الحراره او بتعيش بيها. الالجاي والحاجات دي كلها لو هي موجوده تعرف تعمل حاجه اسمها الفوتوسينثيز، ونشوف الدنيا بتمشي ازاي على حسب كميه الضوء اللي موجوده. وساعتها قلت لك اللايت قسم الميه ل 3 زونز لو انت فاكر. الزون الاولانيه زون بتشوف الشمس او بتشوف النور وسموها سانكت او سموها ايفوتيك. وزون تانية سموها اللي تحتها على طول اسمها الميزوبليجيك او المنطقه الاوسطيه، ودي بيوصل لها ضوء بس ما بيكفيش الفوتوسينثيز. واخر منطقه ما بيوصلهاش الضوء خالص اسمها افوتيك او الديب اريا، ودي ما بيوصلهاش الضوء خالص. وبعد كده جيت قلت لك ان الضوء كل ما بينزل كل ما الانتنستي بتاعته بتقل. يعني انا لو حطيت ايدي تحت الميه وبصيت عليها وايدي قريبه هشوف ايدي، وكل ما انزل كل ما ايدي ما تختفي عشان كل ما اضاءه الضوء او قوه الضوء بتقل. فلو انت من الاسماك اللي بتحب تعيش في الضوء العالي في الضوء الكويس في الضوء اللي ما فيهوش مشاكل بتطلع تعيش فوق، او لو انت من الكائنات اللي محتاجه الضوء في حياتها او بيحتاج المناطق الدفا فبتعيش فوق. لكن لو انت من الكائنات اللي ممكن تعيش نص نص فبتعيش في النص. لو انت من الكائنات اللي بتحب الضلمه فانت بتعيش تحت. ماشي يا دكتور، كلام سهل وبسيط. وزي ما قلت لك كل ما بنزل 10 متر الاضاءه بتقل 50%، ثم 50 من 50% يبقى تقل 75%، ثم تقل 50 من ال 25 يبقى تقل 12.5%، وهكذا 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 لحد ما توصل الاضاءه الى 1% عند ال 100 متر مع منزل 100 متر تحت سطح الارض تحت سطح البحر. ماشي يا دكتور، كلام سهل وبسيط وما فيهوش حاجه. والكلام ده ليه تاثير على الكائنات سواء الكائنات اللي بتحب الاضاءه او كائنات اللي بتحب الحراره. ان انا قلت لك ان الضوء ده بيديني حراره وبيديني نور كمان او بيديني لايت كمان. تعال نقرا الكلام ده من المذكره وبعد كده نخش على الجزء اللي وراه، او نقراه الاول من الروشته ثم بعد كده نقراه من المذكره وبعد كده نخش على الجزء اللي وراه. وفي الاخر ان شاء الله فيديو يكون سهل معاك وبسيط وما فيهوش اي مشاكل. يلا يا شباب نبص على اول جزء اللي هو في الروشته. عايزين الروشته. في الروشته اللي معاك يا معلم انا جيت شرحت لك وقلت لك ساعتها ان الليسون 5 اللي معانا حلو. قلت لك ان احنا هنا بنتكلم على السورس اوف انرجي اللي موجود، وقلت لك السورس اوف انرجي اللي موجود هنا دايما هيكون الصن. وبعد كده قلت لك اليوزز بتاعتنا يا اما هنطلع هيت يا اما هنطلع الكتريستي. الهيت بالهيترز والالكتريستي كانت بالسولار سيلز. وبعد كده قلت لك السولار راديشن ويفز دي جزء من الالكترومagnetic ويفز وليها 7 انواع. مسكت لك النوع بتاعنا اللي هو الفيزيبل لايت واتكلمت لك عليه. قلت لك هو بيبدا بالريد وبينهي بحاجه اسمها الفايوليت، وقلت لك قبليها حاجه اسمها انفراريد وبعديها حاجه اسمها الترا فايوليت ثم الاكس ثم الجاما، وقبل الانفراريد كان المايكروويفز وكان الراديو ويفز. وقسمت لك بعد كده الراديشن لدايركت وايه واندايركت. قلت لك الدايركت دي اللي بتوصل الارض من غير ما يحصل لها تشتيت، لكن اللي مش دايركت اللي هي الاندايركت كانت بتحصل لها سكاترنج او تشتيت، او ولما توصل للاتموسفير الاتموسفير يبدا يعكسها ويبدا يغير الاتجاه بتاعها ويطلعها بره كوكب الارض خالص. وقلت لك دي بتكون الاشعه الضاره لينا اللي احنا مش هنعرف نعيش بيها. وعشان كده لما حصلت مشاكل في الاوزون كميه الحراره اللي في الكوكب زادت وحصل حاجه اسمها الاحتباس الحراري وحصل مشاكل وحصلت مشاكل كتير. المهم يا شباب جيت سالتني يا دكتور هو الاماونت اوف راديشن كان بيعتمد على ايه؟ قلت له يا دكتور بيعتمد انت في انهي قاره، التوزيع الجغرافي، المناطق الاستوائيه اكتر حاجه، القاره الافريقيه اصعب حاجه بيكون الراديشن فيها عالي. وقلت لك السيزون
والتايم بتاع اليوم نفس الكلام، الصيف والصبح بتكون دايما اعلى. الكلاود كفرنج بتكون برضو بتفرق، لو في اماونت اوف كلاود كفرنج بتقلل كميه الراديشن. وقلت لك على الالتيتيود، الاشياء الارتفاعات والمرتفعات كل ما اطلع فوق كل ما يكون الراديشن اعلى. بعد كده جيت شرحت لك، قلت لك ان السولار راديشن ليه تاثير على الووتر، والسولار راديشن ده السورس بتاع الانرجي اللي بيكون موجود. حلو. قلت لك جزء منهم بيمتص من طريق الووتر، السسبندد ماتر، الحاجات المعلقه، والاكواتيك بلانتس، او الباقي بينزل الى الدبس، بينزل للاعماق. وبيقسم الميه لكذا زون. اول زون كان اسمها اي فوتيك، تاني زون كان اسمها التوايلايت او الميزوبلاجيك، وتالت زون كان اسمها الافوتيك. احنا قلنا الاي فوتيك دي بيكون فيها كميه لايت تكفي الفوتوسينثيز. طب والميزوبلاجيك بتكون لايت خفيف فما يكفيش الفوتوسينثيز. لكن الافوتيك بتكون نو لايت يا معلم، افوتيك، فما بتكونش تنفع. وقلت لك ان الكائنات الحيه بتأيف حياتها، هي تقدر تعيش في انهي منطقه. بيقول لك لما السان لايت بيوصل او بيضرب السيرفيس بتاع الووتر، بيبقى قدامه حاجه من اتنين، يا اما يمر بيربنديكولار على طول، يا اما بياخد على اكوردنج للانجل، نشوف بقى هيتعامل ازاي. فهو يا باشا لو نازل بزاويه هيبقى تيتلد او انكلايند على حسب الزاويه اللي نازل فيها، ويحصل له ريفراكشن او ينكسر، بحيث ان وساعتها هتكون قوه الاضاءه اضعف من ان هو ينزل بيربنديكولار. كل ما يبقى بيربنديكولار كل ما يكون الاضاءه اقوى. حلو. وبعد كده بيقول لك خد بالك ان احنا كل ما هننزل 10 متر هتقل الاضاءه 50%، لحد ما نعدي نوصل الى 100 متر، ساعتها الاضاءه هتوصل ل 1%. ماشي يا دكتور، انت كده قرأت لنا الكلام ده من روشتة وشرحته لنا كده سريع سريع وانت بتتكلم. ممكن بعد اذنك تقراه من الكتاب اللي موجود معانا اللي هو البوكلت، عشان يبقى احنا كده لما نيجي نذاكر من اي حته تبقى الدنيا سهله علينا. واقول لك ماشي، بس خد بالك دي جميله كبيره وعد الجمايل. قال لك يا معلم السولار راديشن دي بتريفير لايه؟ بتريفير للطاقه اللي جايه لك باي ذا صن. انا قلت لك ان كل الطاقه اللي جايه لك اصلها الصن، جزء منها بيوصل للارض. حلو. وده بيعتبر برايمري سورس اوف انرجي في كل البروسيس اللي موجوده. ماشي يا دكتور، كلام سهل وبسيط في الاتموسفير، في الهيدروسفير، وفي البايوسفير. قال لك some radiation can be converted into كذا فورم. قلت لك يا اما هيت يا اما الكتريستي، على حسب احنا هنستخدم انهي تكنولوجيا. لو هستخدم الهيترز اللي هو المسخنات او الحاجات اللي هي بتدفي، هيبقى ساعتها هيطلع هيت. لكن لو استخدمت السولار سيلز ساعتها ايه اللي هيطلع لك الكتريستي. ماشي. فانت عندك يا اما تطلع از هيت اند هاز الكتريستي، على حسب انهي تكنولوجيا اللي انا هستخدمها، او مين اللي هيحول الطاقه بتاعت الشمس لهيت حراره، ولا هيحول الطاقه بتاعت الشمس الى الكتريستي. صدقتك كده، جيت قلت لك ساعتها التكنولوجيا حولت الطاقه الشمسيه لطاقه متجدده اعرف انا استخدمها على طول ومفيش فيها اي مشكله، والدنيا برده سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. قال لك الفيزيبل لايت بتاعنا ده بارت من الالكترومagnetic سبيكترم اللي موجود، اللي قلت لك ان هم 7. حلو. اللي بيختلفوا في حاجه اسمها الويف لينث، وبيختلفوا في حاجه اسمها الفريكوانسي. وكل ما يزيد الويف لينث خد بالك كل ما تقل الفريكوانسي، وكل ما تزيد الفريكوانسي بيقل الويف لينث. حلو. وبعد كده جه عمل لك رسمه اللي هي الرسمه العظيمه اللي هي كانت موجوده الحاجات كلها جنب بعضها. وبعد كده سالنا نفسنا كذا سؤال، هو التايبس اوف راديشن كانوا ايه؟ قال لك يا معلم دايركت واندايركت. قلت لك الدايركت راديشن ده بيحصلوش سكاترينج، بيوصل بيريتش ريتشز ذا ايرث سيرفيس وزود سكاترينج. عارفه طريقها يا معلم دايركت، عارفه طريقها يعني ايه دايركت. لكن بقى الاندايركت ده يا معلم سكاترد وبيباسنج ثرو ذا اتموسفير، بيحصل له سكاترينج، ما بيمرش اصلا، وزي ما قلت لك بتبقى اشعه ضاره، ودي من من حكمه ربنا. تالت حاجه قلت لك الاماونت اوف راديشن بيعتمد على 4 حاجات. اول حاجه الجيوغرافيك لوكيشن، اوحش قاره في اوحش بلد بوركينا فاسو، ولا صيف وشتاء، ولا صبح وبالليل، ولا في غيوم ولا لا، سحاب يغطي الكوكب بتاعنا من الراديشن، واخر حاجه انت فوق في الدور العاشر، ولا ساكن في الدور الاول في الدور الاخير، ولا انت فوق الجبل. كل ما اطلع فوق كل ما تكون الراديشن اعلى. بعد كده جيت قلت لك السولار راديشن بقى والافكت بتاعه اون ووتر.
جاب لك هنا دياجرام لطيف جدا، قال لك ان السولار راديشن اللي هو البرايمري سورس اوف انرجي على كوكب الارض ليه دايركت افكت على الووتر. بيقول لك هو اول ما بيخش على الووتر بيحصل له حاجه، ان هو بيمتص بالووتر، والكائنات اللي موجوده زي ما انا كنت وريت لك في الروشته، وفي جزء منهم بيسكاترنج ايه اندبس، في جزء منهم بيوصل للايه الدبس، قلت لك ساعتها ده اللي بيدي اللون. وخد بالك في دياجرام لطيف كده بس هو مش باين قوي هنا من الصوره. الدياجرام ده بيقول لك كميه الراديشن اللي بتكون موجوده، بيقول لك دي اعلى راديشن اللي بتوصل للاتموسفير، والراديشن تفضل تقل 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 لحد ما اخر حاجه توصل سواء للسيرفس بتاع الارض او السيرفس بتاع البحر. ماشي يا دكتور، كلام سهل وبسيط وما فيهوش حاجه. وهنا بنتكلم على اللايت زون، انا عايزك تبقى انت بتقراها ان كل ما الدبس هينكريز، كل ما هنزل ايدي تحت، كل ما الانتنستي بتاعت اللايت ايه هتقل يا شباب. فالانتنستي اوف لايت جرادولي ايه ديكريز. صدقتك. واللايت جريدينت ديفاينز بيعمل لك ساعتها 3 زونز، حاجه اسمها ايفوتيك اللي هي السانليت، وقلت لك التوايلايت اللي هي الميزوبليجيك اللي هي الخسفيه اللي هي بين النور والضلمه، واخر حاجه كانت الافوتيك اللي هي الديب زون. ويقول لك ان الكائنات بتعيش بسبب يعني على حسب قدرتها على التاقلم في الضوء. الكائنات اللي عايزه ضوء عالي بتعيش فوق، الكائنات اللي عايزه ضوء متوسط بتعيش في النص، الكائنات اللي عايزه ضوء قليل بتعيش او مش عايزه ضوء بتعيش تحت. يبقى according ايه their ability to adapt with available light، يعني على حسب قدرتها على التأمل اسمه ده، بسبب قدرتها على التأقلم إلى الضوء الموجود أو الضوء المتاح. يعني الضوء كتير هتقعد، الضوء مش كتير مش هتقعد. حلو. وبيقول لك بقى ان جزء منها بيرفلكت الاتموسفير، لما الميه بتيجي هي بيحصل لها انعكاس. وقال لك من الاخر ان الجزء اللي بيتبقى قلت لك اكوردنج ايه او ديبند على الانجل بتاعت السان ريز اللي هتنزل بيها. الجريتر اماونت الكميه الكبيره او الكميه الكبيره اللي بتعدي لما تبقى ايه بنتريتنج بيربنديكولار عمودي. لكن الكميات اللي بتظهر بقى لو في انجل ساعتها الدنيا ممكن تختلف، ممكن تبقى الريز تايتلد او انكلايند على حسب الزاويه. وبيقول لك بقى ساعتها الووتر بيابزورب اول الانفراريد. خد بالك الانفراريد ده اللي هو اللايت اللي قبل، اللي هو الجزء الالكترومagnetic اللي قبل الريد على طول في اول 10 سم، وبعد كده الدنيا بتتقسم. وانا لما جيت شرحت لك الدنيا بتتقسم في الجزء ده، جيت قلت لك ان انا كل ما انزل 10 سم يقل 50% لحد ما انزل 100 متر ما يتبقاش غير 1%، يعني بيقل بنسبه 99%. حلو. وقال لك ان الدياجرام ده بيفسر لك الكلام ده، والدياجرام ده اللي كان موجود فوق. حلو جدا. جيت بقى انا قلت لي يا دكتور هو دلوقتي الحوار هيأثر ازاي؟ قال لك هو اللايت اللي بيجي ده مش هو الطاقه اللي كانت بتعمل الفوتوسينثيز؟ قلت لك اه. قلت لك يا دكتور معنى كده ان اللايت اللي موجود بيعمل الفوتوسينثيز؟ قلت لي اه. قلت لي يا دكتور المكان اللي فيه لايت هيعمل فوتوسينثيز والمكان اللي ما فيهوش لايت مش هيعمل فوتوسينثيز؟ قلت لك اه. فساعتها هسألك سؤال، مش الفوتوسينثيز ده اللي كان بيعيش الالجي والكائنات البدائيه النباتيه اللي موجوده في الميه؟ قلت لي برضو اه. فده معناه ان الكائنات دي ما عايشه، يبقى الكائنات اللي اكبر منها هتتغذى عليها وتتغذى عليها وتتغذى عليها. طب لو قل اللايت او قل السي او 2 او قل اي حاجه بتقلل على الفوتوسينثيز هتاثر على الفود تشين. فتعالى نتكلم على الكلام ده ونشوف حته حته. بيقول لك الفوتوسينثيز ان اكواتيك انفايرمنت ميني اوتوتروفكس. اوتوتروفكس يعني ذات التغذيه، وانا شرحتها لك قبل كده، قلت لك النباتات ذاتيه التغذيه مش بتعتمد على حد. لايت وسي او 2 تعمل لك فوتوسينثيز، تعمل لك جلوكوز وايه واكسجين. حلو. such as aquatic plant النباتات الايه النباتات البحريه، والالجاي الطحالب. حلو. والفايتوبلانكتون اللي هي العوالق. rely on photosynthesis تعتمد على الفوتوسينثيز to convert solar energy into chemical energy. بتحول الطاقه اللي موجوده من الشمس لطاقه كيميكال تخزنها في الجلوكوز to be used produce organic compound اللي هي الجلوكوز. لو انت فاكر المعادله اللي احنا كنا عاملينها الخطيره جدا دي اللي هي كانت CO2 زائد H2O. بص كان على السهم كنت بقول لك لايت منور تديني يا معلم C6H12O6 بلس O2، وكانت هنا في 6 وهنا كانت في 6 وهنا كانت في 6، كانت وزن المعادله. حلو الكلام. قال لك البروسيس دي heavily depended on light availability، يعني لو اللايت مش موجود المعادله مش هتتم. حلو. المعظم منها بيحصل على السيرفيس لاير اوف ذا بودي،
ووتر بادي يعني الجزء اللي فوق اللي هي كانت يا معلم فوتك الصنلت اللي كان فيها صنلت كتير، وساعتها الدنيا ظبطت. وساعتها بقى لما انا جيت قلت لك ان لو الفوتوسينثيز مظبوط الكائنات هتمشي في فود تشين مظبوطه، هتمشي في ايكو سيستم مظبوط. فتعال انا افهمك ان ازاي السولار راديشن بيحافظ على الايكولوجي بالانس، يعني استقرار النظام البيئي. جيت ساعتها قلت لك ان السولار راديشن بيعتبر فايتال فاكتور عشان المينتيننس ايكولوجيكال بالانس ان اكواتيك انفايرمنت. ليه بقى؟ ان هو بس مش بيأثر على الفوتوسينثيز، لا ده كمان ما فارق في الحفاظ على درجه حراره الميه اللي بتعيش فيها الكائنات، صح؟ فجينا احنا ساعتها قلنا تعالى طب نتكلم ازاي الحوار ده بيفرق في التوزيع. يعني دلوقتي في كائنات بتحب تعيش في الجو الحر، وفي كائنات بتحب تعيش في الجو الدافي، وفي كائنات بتحب تعيش في الجو البارد. معنى كده ان الشمس لو موجوده تخلي درجه حراره الميه كويسه، لو الشمس مش موجوده تبقى برد، ولو الشمس نص نص تدي لك جو دافي نص نص. فتعالى نقرا الكلام ده ونقرا يا معلم ذا رول اوف سولار راديشن ان ذا ديستريبيوشن، يعني ايه؟ في توزيع الكائنات. قال لك المارين اورجانيزم ما بيتوزعوش بالتساوي، ما بيتوزعوش مظبوط. حلو. ان ووتر بيعتمدوا على اللايت اند الانرجي نيدز، يعني المكان اللي فيه لايت وفيه طاقه انا هكون موجود فيه. طب ما فيهوش لايت ما فيهوش طاقه انا مش هكون موجود فيه. طب انا كائن بعرف اعيش بلايت قليل وبطاقه قليله، اقعد في مكان اللايت بتاعه قليل وطاقته ايه والطاقه بتاعته الانرجي بتاعته قليله. قال لك يا معلم الكائنات اللي بتعتمد على الفوتوسينثيز زي الالجاي والفايتوبلانكتون دول يا معلم موجودين بكثره في السيرفيس لاير لما يكون السولار راديشن موجود بكثره. حلو. فور اكزامبل الكورال ريفز اللي هي ايه؟ الشعب المرجانيه. الشعب المرجانيه قال لك لازم تعيش في وورم شالو ووتر. يعني ايه وورم شالو ووتر؟ وورم تحت يعني دافي، وشالو يعني مش عميقه. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني ايه يا دكتور مش عميقه؟ يعني الشمس بتوصل لها ان كل ما العمق ما بيزيد كل ما الانتنستي بتاعت اللايت بتقل، فكل ما اللايت اللي هيوصل لي قليل فكل ما انا مش هعرف اعمل فوتوسينثيز فمش هعرف اعيش. قال لك يا معلم مثلا نير تو اكواتور، يعني اكواتور ده اللي هو خط الاستواء. بيقول لك السولار راديشن هناك افيلابل اول يير راوند، يعني درجه الحراره او الشمس موجوده طول السنه. بيقول لك الراديشن ده بيحفز جروس اوف حاجه اسمها سيمبيوتيك الجاي، اسمها الطحالب التكافليه بالعربي. قلت له يا دكتور يعني ايه التكافليه؟ يعني احنا بنتكافل سوا يا معلم، انا اعيشك وانت تعيشني. ليفنج وزين كورال تيشو، بتعيش جوه الكورال تيشو، بتوفر له الايه؟ التغذيه، نورشمنت اللي هي التغذيه او الغذاء، يعني بتوفر له الايه؟ الاكل اللي موجود. كلام حلو وسهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه. تعالى يا معلم نعيد الكلام تاني وما فيهوش اي مشكله. قال لك ازاي السولار راديشن بيفرق في توزيع الكائنات. قال لك في كائنات زي الالجي، زي البلانت، زي الكولار ريفز بتعتمد على الفوتوسينثيز. لو الفوتوسينثيز بيحتاج لايت فالاماكن اللي موجود فيها اللايت بكثره زي خط الاستواء، عشان خط الاستواء الجو بيكون فيه دافي وشمسه كتيره طول السنه، فانا ككورال ريفز عايز اعيش طول السنه فمحتاج الجو بالطريقه دي، اللايت بالطريقه دي. فانا صدقتك. فعشان كده بعد اذنك احنا ككائنات بتحب الشمس، ككائنات بتحب اللايت، ككائنات بتحب الدفا، ككائنات بتحب النور، عايزين نقعد هنا. طب فين المكان ده يا معلم؟ قال لك المكان ده يا معلم موجود عند خط الاستواء. خط الاستواء الشمس موجوده فيه على طول، كل يوم طول الوقت تقريبا. حلو جدا. وبعد كده جيت قلت لك ان فيها حاجه اسمها سيمبيوتيك الجاي، دي اسمها طحالب تكافليه بتتكافل مع الايه؟ كورال ريفز عشان تمدها بالتغذيه وتظبط الدنيا. فبعد كده جيت قلت لك ذا افكت اوف سولار راديشن على الووتر تمبريتشر. قلت لي يا معلم ان السولار راديشن ليها دايركت امباكت على السولار تمبريتشر. قلت لك ليه؟ ان الكلام ده ان هي الراديشن ده بينقل هيت، فالميه بتمتص الهيت. حلو. فده هل ده بيفرق بقى في الكائنات؟ قال لك اه. قال لك في كائنات بتحب الورم، في كائنات بتحب الحر، وفي كائنات ما بيفرقش معاها الحر.
فجيت قلت لك يا معلم ان ده بيأثر تأثير مباشر على درجة حرارة المية وعلى توزيع الكائنات البحرية المارين اورجانيزم. قلت لك الورم ووتر اللي ناتجه من السولار راديشن ان تروبيكال ريجنز مثلا، الاماكن اللي هي الحاره، بيأتراكت سبيسيفيك تايب اوف فيش، بياخد مجموعه معينه من الفيش ومن المارين انيمالز، حلو، اللي بتحتاج تمبريتشر عشان تعيش وعشان تتكاثر. حلو. فور انستانس التروبيكال فيش زي التونه والبراكودا دي ما بتعيش غير في الورم ووتر، على عكس كائنات تانية زي الكود ده ممكن يعيش فين في الكولد ووتر. فساعتها هقول لك خد بالك الكود بحرف السي، كولد بحرف السي يا دكتور، عشان السي دايما بتكون مع السي يا حبيبي. التونه والبراكودا دي لازم تعيش في وورمي تمبريتشر زيها زي الكورال ريفز. يبقى احنا كده اتكلمنا على فكره قد ايه السولار راديشن كراديشن كلايت بيفرق في الفوتوسينثيز. فالكائنات اللي بتحتاج فوتوسينثيز زي الالجاي زي الكورال ريفز زي النباتات البلانتس بتبقى محتاجه جو دافي فيه شمس عشان اخد لايت عشان اعمل فوتوسينثيز عشان اعرف اعيش. في حاجه اسمها طحالب تكافليه سيمبيوتيك الجاي بتعيش معاه عشان تغذيها. وقلت لك ان التاثير بتاع الراديشن على التمبريتشر، فبتعمل لي ميه دافيه. في كائنات بتحب الميه الدافيه زي ايه؟ زيها زي البراكودا وزي التونه، سمكه التونه العنيده تحب الحر. لكن في حاجه اسمها الكود بحرف السي تبقى عايزه كولد ووتر فما يفرقلهاش الراديشن. قال لك يا معلم بقى ركز ان برضو التغير في درجه الحراره ممكن كمان يعتمد على السيزون تشينجز او الكلايمت تشينجز. ده هيؤدي الى ايه؟ الى ان يحصل ديسربشن في الايكولوجيكال بالانس. صدقتك. فانت كده قصدك ان احنا لو عندنا مشاكل في التبريد، مشاكل في الجو كان حر بقى برد، المناطق البولرز بيحصل فيها مشاكل، فده هيؤدي معاك للتوزيع. فقال لك يا معلم سوء توزيع. قال لك البولر ريجون دي يا معلم السولار راديشن از لو اور ابسنت during ذا وينتر. لما بيكون الجو شتاء بيبقى يا معلم زيرو راديشن، زيرو انرجي، زيرو هيت، زيرو لايت، حاجه زيرو خالص. حلو. قال لك الفوتوسينثيز الريتس بتاعته بتقع، وده طبعا هيأثر على كميه الاكل اللي موجوده، ان النباتات اللي موجوده بتموت، فهيقلل في كميه الكائنات اللي بتعيش عليها. decline the numbers of organisms اللي كانت بتعتمد على الفوتوسينثيز. وده هيأثر على الجمله اللي انا دايما بحبها، كلمه الفود تشين. تعالى بس نلون كده كلمه الفود تشين دي عشان انا بحب الونها اول ما بشوفها. ادي الاصفر، بص انتاير فود تشين. ماشي يا دكتور، تعالى نرجع القلم بتاعنا تاني، نحط القلم بتاعنا ادي. ماشي حلو. بيقول لك على الاذر هاند الجلوبال وورمنج على العكس بقى بيسبب ارتفاع في درجه الحراره، وده بيسبب الموت بتاع الكورال ريفز الشعب المرجانيه، انها برضو بتتاثر بارتفاع الزياده لدرجه الحراره. هي بتبقى محتاجه حاجه اسمها وورمي، حاجه اسمها ايه؟ وورمي مش هوت. بعد كده كان اخر حته عندنا في الدرس ده كان بيقول لك هنا، بيقول لك قول لي الافكت اوف سولار راديشن على الاوشن كارنت. بيقول لك قد ايه ان طيارات الميه لازم تكون محمله بالاكل ومحمله بالحراره عشان تفرق في الكلام ده. فهو هنا بيقول لك ان السولار راديشن بيساهم في تكوين الاوشن كارنتس، التيارات المحيطيه، اللي هي بتلعب دور مهم جدا في توزيع الحراره والاكل بطول او خلال الاوشنز. بيقول لك these currents influence the distribution of marine life and make certain area rich in food resource. يعني هي بتنقل الاكل من اماكن لاماكن وبتخلي الاماكن دي زحمه من الاكل والنيوترنت يعني، وتظبط الدنيا. قال لك زي جلف ستريم. الجلف ستريم دي زي ايه؟ اسمها تيارات الخليج. حلو. بيقول لك بتحمل الورم ووتر فروم ذا اكواتر من الاستواء الى القطبيه عشان تدفيها،
حلو. مودريتنج ذا كلايميت يعني بتعدل الجو في الريجون دي زي ويسترن يوروب، حلو، في اوروبا، وبتحافظ على البايودايفرستي التنوع، بتحسن التنوع في الكائنات. كائنات بتحب الحر، كائنات بتحب البرد، تدي ده شويه وتدي ده شويه. بكده يا شباب نبقى خلصنا الدرس اللي انا شايفه مش تقيل خالص، وعشان شايفه مش تقيل فشرحته لك اونلاين. انا الدروس الصعبه بشرحها لك في السنتر، والدروس السهله اللي مليانه رص وكلام والكلام ده كله حرام نضيع فيها وقت في السنتر بشرحها لك يوتيوب عشان نلحق نخلص. الجزء ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اخر الاسبوع هنزل لكم فيديو كمان في حل كام سؤال كده على الجزء ده عشان نتاكد ان كل المعلومات ثبتت. واتمنى ان انتوا تفهموا الدرس ده كويس، وهنزل لكم اسئله عليه، ونهدى كده وما تقلقوش خالص. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون درس كويس. ولو في اي حاجه مش فاهمها تقدر تسالني، لو في حاجه مش فاهمها تقدر تقراها من الكتاب. انا قاري معاك الكتاب حته حته، وقاري معاك الروشته حته حته، ممكن ترجع حته صغيره في الفيديو وتعيده تاني. اهم حاجه عندي ان انا تتاكد انك انت فاهم. ولو في اي حاجه انا موجود والتيم موجود. شد حيلكم يا شباب، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم احسن ناس. مع السلامه.